أهلا بيكم في نباش التاريخ. في يوم 20 سبتمبر سنة 1873 نشرت صحيفة البشير اللبنانية خبرين من مصر. الأول بيتكلم عن وصول الخديوي إسماعيل لمصر، فواضح كده إن هو كان في رحلة خارج مصر. أنا لاحظت جمال اللغة اللي بيوصف فيها كاتب الخبر الموضوع، فقررت أقرأ لكم بنفس الطريقة. بيقول الخبر إن في الساعة الرابعة يوم الأحد المبارك الموافق 24 أغسطس حل بمصر الركاب الشريف الخديوي، وأشرق بها نوره الساطع، فأطلقت إجلالا لقدومه المدافع، واستقبلته الأمراء الفخام والذوات العظام والعلماء الأعلام والأعيان الكرام، وسرت بتشريفه السعيد جميع الإنام، وتباهت بذلك الليالي والأيام، وزينت الأماكن بأنواع المحاسن إعلانا للسرور وإظهارا لمزيد الهناء والحبور بزينة لم تسبق بتلك الديار ولم تلف فيها قبل هذه الإعصار، سيما بالقصر العالي وقصر النيل وعابدين وبقية الشوارع المشهورة وأماكن الزوات والأعيان والتجار، زيادة على ما بأطراف البلد مما لا يحيط به العدد. واستمرت تلك المسرات 3 ليال متواليات، وفي صباح ثانيتهن الذي يوم الثلاثاء جبر الخليج فازداد الهنا. أما الخبر الثاني فبيقول إن في يوم 10 أغسطس يوم الحد تم تكريس كنيسة للطائفة المارونية في مصر باحتفال عظيم بحضور ذو الفقار باشا وعمر باشا عزمي ومسيو بيليسيه ديرنو قنصل فرنسا وكذا موظف من القنصلية الفرنسية ورؤساء الإكليروس الكاثوليك. في الأغلب الكنيسة دي هي كنيسة سيدة الخلاص الموجودة في درب الجنينة، وتم افتتاحها فعلا سنة 1873. في الآخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في كومنت.